اهلا بيكم في قناه ماجيك سكول. هنتعلم النهارده مع بعض حركه الكارد فورس. حركه الكارد فورس هي من الاساسيات اللي انت لازم تبقى عارفهم كلهم عشان تقدر بعد كده تتعلم اي خدعه بسهوله وتالف خدعه خاصه بيك انت بناء على الاساسيات اللي انت عارفها دي. طيب يعني ايه كارد فورس؟ كارد فورس يعني انت بتجبر الشخص اللي قدامك انه يختار كارت معين. انت عارفه، بس الشخص اللي قدامك بيبقى فاكر ان انت ما تعرفش حاجه، او فاكر ان هو اختار الكارت ده بشكل عشوائي، لكن الحقيقه ان انت اجبرته على اختيار الكارت ده بدون ما ياخد باله. فمن غير كلام كتير نروح نشوف الحركه ونروح على الشرح على طول. طبعا حركه الكارد فورس ليها كذا طريقه، مش طريقه واحده. انا النهارده هعلمكم اسهل طريقه، وان شاء الله الطريقه دي هي الاساسيه بالنسبه لكم، يعني تعلموها اتمرنوا عليها اتقنوها. بعد ما تتقنوها اكتبوا لي في الكومنتات، هعمل لكم طرق تانية ليها للكارد فورس تقدروا ان انتوا تستخدموها وتتعلموها، بس لازم نتعلم الطريقه الاساسيه الاول خالص عشان نقدر بعد كده نتعلم الاصعب منها. طيب اول حاجه كارد فورس، انت هتمسك الكوتشينه بالشكل ده، بس قبل ما تمسكها بالشكل ده انت هتكون عارف اول كارت. يعني اول كارت هو السبعة الدايموند، هتعرفه باي طريقه من غير ما الشخص اللي قدامك ياخد باله. ممكن مثلا تمسك الكوتشينه كانك بتشوف حاجه فيها مثلا، وبنظره سريعه جدا تعرف اول كارت ايه، اللي هو هيبقى في الحاله دي السبعة الدايموند، وتمسك الكوتشينه عادي. طيب تاني حاجه هتمسك الكوتشينه بالشكل ده من ورا كده، هنا كده، وهتمسكها من هنا بالشكل ده. طيب بعد ما تمسكها بالشكل ده هتقول الشخص اللي انت بتعمل له الخدعه اللي انت بتعملها، هتقول له ان انت هتمشي على الكروت بالشكل ده، وان هو يقول لك ستوب في اي مكان. تاني هتمشي على الكروت بالشكل ده، وهتقول للشخص اللي انت بتعمل له الخدعه يقول لك ستوب في اي مكان. تمام. طب نفترض ان انت مثلا مشيت على الكروت وهو قال لك ستوب هنا، هتعمل ايه؟ اول حاجه هتمسك الكروت كده، اهم حاجه 3 صوابعك دول يكونوا بالشكل ده، 3 صوابعك دول يكونوا بالشكل ده. هتسحب كل الكروت لفوق، بس انت دايس بالثلاث صوابع دول على الكروت كلها، على يعني على الكروت كلها، بحيث ان انت لما تسحب كله ما عدا اول كارت. تمام، يبقى هنعيدها تاني. اول حاجه هتقول للشخص يقول لك ستوب في اي مكان، مثلا قال لك ستوب هنا، هتمسك الكروت كده وتدوس بثلاث صوابعك دول بالشكل ده، وتسحب الكروت كلها لفوق وانت دايس على اول كارت، وبعد كده تدي له اول كارت اللي هو هيبقى السبعة بتاعك. طيب نعيدها تاني بشكل اسرع شويه عشان تتاكد ان هي مش هتبان. اول حاجه هتقول له يقول لك ستوب في اي مكان، قال لك مثلا ستوب هنا، هتمسك الكروت تسحبها كده. طبعا في الحاله دي انت اديته السبعة دايموند، هو فاكر ان هو اختارها بشكل عشوائي، لكن الحقيقه ان هي مش بعشوائي. طيب هنعملها بطريقه اسرع تاني بشكل اسرع شويه. اول حاجه تقول له قول لي ستوب في اي مكان، اقول لك ستوب هنا مثلا، هتمسك الكروت كده وتدوس على الكروت وتسحب بسرعه وتوري له اول كارت اللي هو السبعة الدايموند. تمام، دي اول طريقه في الكارد فورس. لو عجبتكم الطريقه تقدروا تتمرنوا عليها. الطريقه مش هتاخد منكم بالظبط يعني اقل من اسبوع وتبقوا متقنينها ان شاء الله. اتمرنوا عليها كل يوم. هنزل لكم طرق تانية للكارد فورس، بس هي دي الطريقه الاساسيه لازم نتعلمها، وبعد كده هنتعلم الحاجات الاصعب ان شاء الله مع بعض. لو انت شايف انك استفدت حاجه، او شايف انك حابب تتعلم خدع كتير، يا ريت تعمل سبسكرايب لايك وشير، تنزل تكتب لي في الكومنتات رايك، وتنزل تكتب لي الخدع اللي انت عايز نعمل لها توتوريالز بعد كده، وانا هقرا كل الكومنتات، وان شاء الله هعمل لكم كل اللي انتوا هتطلبوه، وان شاء الله هنزل اكتر من فيديو في الاسبوع.